السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هعلمكم خدعة قوية جدا، وطبعا هشرحها لكم في الاخر، وعلشان ما يبقاش وقت الفيديو طويل تعالوا بينا ندخل على الخدعة على طول. دلوقتي انا معايا كوتشينة زي ما انتم شايفين، هلخبطها او اطلب من الشخص اللي قدامي هو اللي يلخبطها. دلوقتي انا همشي على الكروت والشخص مثلا يقول ستوب هنا، اقول له احفظ الكارت ده بالعلامة بتاعته، وهرجع طبعا باقي الكروت، وممكن كمان الخبط الكوتشينة بالطريقة دي، اي طريقة بقى مش فارقة. بعد كده انا هختار كارت عشوائي، ونفترض مثلا الكينج سبيدز ده، هقول له ده كان كارتك، فهو هيقول لي لا مش كارتي، هقول له اكيد، هيقول لي اكيد. هقول له بص انا هعمل ايه، ركز، 1 2 3 الكارت اتحول ل 5 كلوبس. دلوقتي عشان نشوف شرح الخدعة، عايزكم قبل ما نروح لجزء الشرح تعملوا لايك للفيديو ده حالا، وسبسكرايب في القناة عشان نشوف فيديوهات اكتر واحسن. وبس كده يلا نشوف الشرح. طيب اول حاجه انا بعملها ان انا بلخبط الكوتشين عادي خالص، او الشخص اللي قدامي بيلخبطها. بعد كده هقول للشخص يقول لي ستوب في اي مكان. نفترض مثلا قال لي ستوب هنا، هقول له احفظ الكارت ده بالعلامه. الكارت ده مثلا ولد قلب اسود او جاك سبيدز. كل اللي انا بعمله ايه، بعمل حركه الكارد كنترول اللي انا بكلمكم عنها في كل فيديوهاتي. ايه هي؟ ان انا وانا بنزل ايدي بسحب الكارت وبزقه لتحت شويه، فبيبقى فيه زي فراغ كده برجع فيه باقي الكوتشينه. فمن الزاويه دي باين ان هنا مفيش حاجه، باين ان الكارت هنا اصلا، بس هو في الحقيقه بقى اخر كارت. الحركه دي اللي عايز تتعلمها بالتفصيل هسيب لك لينك شرح الحركه دي بالتفصيل تحت الفيديو ده. تمام؟ بعد ما تتقنها كويس كمل الفيديو ده. دلوقتي انا عندي الكارت المختار هو اخر كارت، بعمل ايه بقى؟ بقوم جاي عامل كده، ماسك الكوتشينه بالطريقه دي، 1 2 3 4 صوابع هنا والابهام تحت. باجي بايدي الشمال بسحب اول كارت واخر كارت كده، واكمل بقى عادي، افضل احط كروت. فاللي حصل هنا ان الكارت المختار بقى الكارت تاني من فوق. خلاص تاني، تعالوا نعيد. قول ستوب في اي مكان، هنا احفظ الكارت، بنزل ايدي بس في الحقيقة بعمل كده وكده. خلاص، فالناحية دي مش باين حاجة، برجع الكروت. اوكي، كارت بقى اخر كارت، بخليه تاني كارت من فوق بان انا بمسك الكوتشينة واسحب كده 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 كده، واكمل تلخبيط عادي. ممكن الخبط تاني بان انا باخد شوية من النص وبرضو اكمل بالطريقة دي. فالكارت يعني ستيل هو تاني كارت من فوق. دلوقتي بقى انا بعمل حركة اسمها كليب شيفت، هي حركة كولر تشينج. يعني ايه كولر تشينج؟ يعني الكارت لونه بيتغير للكارت المختار. ففي الحالة دي انا عندي 8 سبيدز، هقول له ده كارتك، هيقول لي لا، وانا بوريه له اقول له ال8 سبيدز دي كارتك. بعمل حاجه اسمها بينك بريك، وكنت كلمتكم برضو عن البينك بريك في فيديو فات تقريبا. لازم تتفرج على الفيديوهات اللي في القناه، مش بس ما تعتمدش على الفيديو ده علشان تكون فاهم كويس ايه اللي انا بقوله. بينك بريك بكل بساطه اشرحها لكم على السريع. بسحب الكارت ده وبحط البينكي هنا. خلاص، تاني ماسك الكوتشينه بايدي الشمال، خنصر بنصر وسطى، هنا السبابه هنا الابهام، بروح بالابهام اسحب وارجع الكارت وتحته بريك. خلاص، ده كله بيحصل وانا بوري له الكارت ده. الكارت ده كان كارتك، وبعمل كده، وطبعا وانا في حركه ايدي في نفس الوقت بعمل كده. خلاص، علشان يعني ما اخليش الناس تركز هنا، فبعمل كده. ده كان كارتك، شفت انا عملت ايه بسرعه؟ بينك بريك على طول. طبعا الشخص ما يكونش واقف كده، هو يكون واقف قدامي فمفيش اي حاجه باينه من هنا. يقول لي لا مش كارت، اقول له تمام، هاخد الكارت ده واحطه. بحط كارت فيس اب. يعني ايه فيس اب؟ يعني باصص لفوق. فكده بقى عندي الكارت الغلط والكارت بتاعه هو الكارت التاني بس فيس داون. بروح انا اخد الكارتين سوا مع بعض بالطريقه دي بحيث يكونوا في عكس بعض، وشايفين انا ماسكهم باينين ان هو كارت واحد. خلاص، انتبه بقى ان يحصل فلاش. يعني ايه فلاش؟ يعني ان الكارت يفلت منك بالشكل ده او يعمل كده فتبان. ركز في الحاجات دي جامد. اهو كروت او الكارتين سوري ممسوكين كويس، بروح بالابهام ازق واخد الكارت وبمسكه هنا بايدي الشمال، الوسطى هنا والابهام هنا. خلاص، باجي بقى بايدي اليمين في الكورنر الفاضي اللي ما فيهوش الارقام، بصابع الوسطى والابهام برضو. يعني انا ماسك بالوسطى والابهام، هنا هروح برضو بالوسطى والابهام. الكارت بقى كده. خلاص، اللي بيحصل بالسلو موشن ان انا بعمل كده، شايف الكارت بيلف، بس طول ما انا بعملها بطيء الكارت مش هيلف جامد. يعني شوف مش هيلف جامد، انما لو بعملها بسرعة اهو الكارت هيلف كويس. واخد بالك؟ تاني، تعالوا من البداية خالص نعيد. قول ستوب هنا، احفظ الكارت تمام، ما تنساهوش. الكارت دلوقتي بقى اخر كارت، اللي دلوقتي التاني من فوق. طبعا ما توريهوش كده ان انت بتلخبطه وبتتحكم في الكارت، لا، هو بيبقى واقف قدامك وانت مديله الوش ده.
كده الكارت المختار 2 كلابس التاني. هسحب اول كارت واقول له انا حاسس ان الكارت ده كارتك صح، هيقول لي لا، اقول له تمام، وارجع الكارت بينكي بريك. هسحب الكارت ابهام او سوري وسطى وابهام، وسطى وابهام كده، والابهام والوسطى هيروحوا للكورنر اللي فيه الرقم، وهنا ابهام سوري وسطى ابهام، وتحت وسطى ابهام. بعمل كده في نفس الوقت بسحب لتحت تاني اهو، بسحب لتحت بسحب لتحت. ممكن تعملها عادي بالبنصر والابهام اهو زي ما انت برضو تحب. مهم ان الحركة دي عايزة تدريب بشكل كويس جدا 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 عشان تعرف تتقنها. اهو 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 اهو. بص بروح اعمل كده كده طك طك، فاهم؟ ده ثابت. بطعج او يعني اللي هو ايه، بتني الكارت شويه وبروح يعني اسحب من الكورنرز، فاهم قصدي؟ حاول اوضح لك اكتر. انا مثلا عايز اغير الكارت ده 6 كلوبس ل 9 قلب. بعمل ايه؟ بينك بريك زي ما انت شايف بالطريقه دي، 6 كلوبس بسحب اهو ابهام وسطى ابهام، وبروح هنا العكس وسطى ابهام. يعني الابهامين بيكونوا الناحيه دي والوسطيين بيكونوا الناحيه دي، وبعمل كده. شوف بنزل دي تحت شويه ودول بيشدوا كده واسيب وافلت، يعني دول اللي تحت شويه اهو، دول اللي تحت شويه كده، ودول اللي تحت برضو بس بسيب. بسحب، مش بعمل كده واسيب، يعني بسحبها لتحت، فاهم قصدي؟ كمان مره نركز. عايز احول الكينج دايموندز ل 10 هارت. كينج دايموندز بزق اهو 10 هارت تاني. تعالوا نشوف كارتين تانيين. عايز احول البنت سبيدز ل9 سبيدز. طق طق. سهلة اوي، سهلة مع التمرين طبعا، مش سهلة كحركة يعني على طول، لا انت لازم تتمرن الحركة دي كويس قبل ما تعملها قدام الناس. اخر مرة هعملها لكم. تعالوا مثلا نشوف كارت زي الكوين اوف كلوبس، عايز احولها ل 9 هارتس، فبعمل كده وبوم. كارت ملفش جامد ليه؟ المفروض انتوا دلوقتي تكونوا عارفين السبب. لان انا عملتها سلو موشن، فلا هي لازم تبقى بسرعة اهو. كارت هيلف كامل. طول ما انت بتعمل بطيء، انا بعمل بطيء عشان اشرح لك، الكارت عمره ما هيلف 180 درجة، لا. فاهو كده لف على طول. بس كده، اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. ما تنسوش تاني تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. عايزين نوصل 1000 مشترك بسرعه، على نهايه الاسبوع ده نكون ختمنا ال1000 مشترك. وزي ما وعدتكم لو احنا وصلنا بقى 10000 مشترك هيبقى فيه جيف اواي قويه جدا 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 على القناه. ولو انت مهتم بمجال الخداع البصري، هسيب لك تحت في الديسكربشن لينك الويب سايت بتاعي عليه كورسات وخدع احترافيه، ادخل شوفها. وبرضه ما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام وفيسبوك علشان نكبر الاكونتات دي. وما تنساش ان هدفي من ان انا بعلمك مش انك تاخد الخدعه وتروح تعملها على طول، لا، اتدرب عليها كويس. صور نفسك فيديو، شوف نفسك بتعملها ازاي، بص على نفسك في المرايه، شوف ايه الاخطاء، الزوايا مظبوطه مش مظبوطه، وهكذا. افتكر ان انا دايما عايز اخليك احسن، ولما تحب المجال ده تدرس فيه بجد، مش تبقى يعني اللي هو اراجوز وخلاص. انا عرفت خدعه خدعتين وممكن مثلا بقى ايه اخد الموضوع في سكه ان انا اتفق مع الناس او اعمل كده، لا، انت تقدر تعمل اقوى الخدع من غير ما تتفق مع الناس زي ما ناس كتير بشوفها بتعمل. مستني منك في الاخر هو اللايك والفيو بتاعك والسبسكرايب ومثلا كومنت، الحاجات البسيطة دي. فياريت تقدروا التعب ده. وبس كده، شكرا ليكم، سلام.